في فيديو النهارده انا جاي اجرب اروش باور بانكات في العالم، من اقوى واحد حرفيا انا جربته في حياتي وشكله جامد جدا وفيه حاجات رهيبه لحد ارخص واصغر باور بانك ممكن تجربه. والمره دي من شركه مكسره الدنيا في العالم اسمها تشاك تك، لان هم فعلا طايرين بسرعه الصاروخ الفتره دي، بيعملوا منتجات جديده وعندهم كام منتج جديد جامدين قوي، وانا اول مره اجربهم في حياتي واظن هيعجبوك انت كمان. واصريت اعمل الفيديو ده الفتره دي لان على فكره بقى في مؤخرا مشاكل في المطارات والطيارات مع الباور بانكات. خلاص بقى في مشكله دلوقتي عالميه، شركات الطيران وبعض الدول زي الصين قلقانين من الباور بانكس، شايفين ان هم ممكن يفرقعوا او يحصل لهم حاجه. فاهم حاجه دلوقتي بقت السيفتي او الامان الموجوده في البرودكتس والمنتجات دي امان 100%، تطلع معاك الطياره عادي جدا فيها اللي هي الحاجات السيفتي او الشهادات اللي هي الامان المطلوبه من شركه الطيران. المهم ما تنساش لايكك الجميل، سبسكرايبك الاجمل لو اول مره تشوفني على يوتيوب، ويلا بينا حالا نبدا مع اقوى واجمد باور بانك انا جربته منهم، هو الباور بانك ده. وخليني اوريك شكله عامل ازاي من جوه. انا على فكره الحاجات دي كلها مختارها اونلاين، يعني انا بشوفها اونلاين وجبتها، بس لسه ما فتحتش ولا واحد فيهم، قلت بصراحه اجربهم قدامكم. والباور بانك ده اسمه تشاك تك 15 الترا، ده يعني الالترا بتاعهم حرفيا، باور بانك سفاح. لو عايز نبذه عنه، فالباور بانك ده 20000 ملي امبير، بيخرج لحد 210 واط ماكسيمم من كل الفتحات بتاعته، وبيشحن نفسه بسرعه 165 واط. ارقام بجد مجنونه. يلا بينا نفتح اول منتج، بسم الله. الباور بانك عامه تقيل، يعني بقول لك الالترا بتاعهم بقى. معاك شويه ورق كده محدش هيقراهم، انا عايز امسك البتاع ده اشوف البيلد كواليتي بتاعته عامله ازاي الصراحه. ووهو يا نهار ابيض، ده شاشه يا معلم، في شاشه كبيره جدا، هنشيلها كده. السلام، لا تحفه، شكله تحفه. وهنا طبعا ايه، معدن وحاجه نظيفه. من هنا هتلاقي كل المداخل والمخارج بتاعته، شايف كده معايا المداخل والمخارج الموجوده، 2 يو اس بي سي وواحد يو اس بي اي. ومن تحت هنا كده مكتوب عليه 15 الترا، ده الوحش بتاعهم حرفيا. بيشتغل منين بقى؟ في زرار كده، تعالوا نجربه. ايوه، اوبا، سوفت وير يا معلم، ده ديجيتال وحاجات كده. بص عامل ازاي، تحفه. زي ما انت شايف كده، هو بيقول لك كمان سرعه شحن كل واحد فيهم وانت موصل. والاجمد كمان ان الاضاءه بتاعته قويه وباينه. يعني انا عايز اقول لك في براندات تانية ومنافسه ومعروفين قوي، يعني الباور بانك ده عندهم قريب ليه نفس الفكره، ولكن الشاشه بتاعته كارثيه ما تتشافش خالص، يعني لازم تقعد تضلل عليها كده، فاهم؟ طيب ما تيجوا نجربه كده، تعالوا نجرب نشحن. هل جاي معاه اي حاجه ثانيه؟ في العلبه هتلاقي معاه هنا جراب ومعاه كابل شحن كبير، يعني تمام. بسم الله، ده كابل الشحن بتاعه، الاثنين يو اس بي سي، حتى خامتها نظيفه جدا. وهنا مكتوب تشاك تك برضو اسم البراند. الفتحه الواحده ممكن تخرج هنا لحد 140 واط ماكسيمم يا جماعه، يعني حرفيا يشحن لابتوب مرتاح. يعني انا اصلا مش عايز اشحنه بده حتى، كمان استنى انا هجيب الكابل بتاع الماك بوك نفسه واشحن الماك بوك، فاهم؟ اللابتوب بتاعي اقوم موصله بيه كده، وبعدين ادي الماك اهو، اسمع بيشحن اهو دلوقتي. وهنا كده بيكتب لك السرعه اللي بيشحن بيها وكل حاجه. وبعدين بقول لك ايه، اول ما وصلته بص كده تاني، عايز اوريك المسج. بص بيقول لك ابل 5A كيبل، عارف الكابل بتاع ابل وقدر يتعرف عليه. يا جماعه ده سوفت وير ذكي جدا بصراحه، انا اول مره اشوف دي على فكره في اي شاحن اصلا. عامه تقدر تشحن بيه موبايلين 3 مع بعض، يعني موبايل ولابتوبين، مش عارف، براحتك يعني. فانا مثلا ممكن اجيب موبايل شاومي ده مثلا ال 15 تي برو بتاع شاومي، تعال نشحنه كده. بيقول لك اهو بيشحن دلوقتي، بيكتب لك كمان نسبه البطاريه بتاعتك 55% هنا في الباور بانك ده، وبيقول لك تقدر تقعدك كام ساعه وكل حاجه. يا جماعه مش طبيعي، اوف، ده في سوفت وير يا جماعه، ده ايه ده، ايه ده؟ انا ممكن اتحكم في حاجات كتير قوي. ده يعني في اوبشنز جوه، انبوت اوتبوت او انبوت اونلي. بيقول لك لونج بريس فور 2 سكند تو سويتش. في سوفت وير جوه ممكن تشتغل عليه انت ممكن تخلي مثلا الفتحات دي كلها ان بس، او الفتحات دي كلها اوت بس. تقدر تتحكم في السوفت وير او برمجه الشيء ده نفسه. اسعار كل المنتجات دي هتلاقيها في اللينكات بتاعتهم، هتلاقي كل اللينكات موجوده تحت في الديسكربشن دلوقتي. ممكن تدخل على اي لينك فيهم تعرف السعر دلوقتي كام، لان هو ممكن يتغير، يبقى عليه اوفر. يعني هو الفتره دي عليه اوفر، فمش عارف بصراحه الفيديو ده هينزل امتى، ممكن مثلا يكون السعر غالي او رخص، فاهم؟ فادخل تشيك دلوقتي السعر بتاعه. تعال اقول لك برده شويه ارقام عن السفاح اللي معانا ده. الشاحن ده واخد كاتيجوريز عندهم كده، او هو بيقول لك يقدر يشحن موبايلات ايه لحد كام. فمثلا اي لابتوب لحد 140 واط، اي موبايل شاومي 120 واط، اي ايفون 38 واط اللي هو الماكسيمم بتاعه حرفيا، اي موبايل هواوي 22.5 واط، سامسونج 45 واط، وهكذا. فهو في شريحه ذكيه، تشبيه ذكيه، بتدي كل موبايل على حسب اللي هو عايزه. سيبك بقى منه، سيبه يشحن الموبايل كده على جنب، وتعالى نفتح اكتر باور بانك انا متحمس له دلوقتي، لان هو شكله صايع. وانت كمان اظن هتتفق معايا، يعني قلت هتتفق، ماشي هتتفق معايا، لانه بصراحه شكله جامد جدا وفي فكره حلوه. اللي قدامك ده التشاك تك 20، وعلى فكره الرقم السيريز بتاعتهم اللي هي بالارقام دي اللي هي 20 او 15 او كده، ده اللي هو الفلاج شيب بتاعهم، واللي هو 25000 ملي امبير، اكبر من اللي فات، وكمان بيخرج ماكسيمم لحد 210 واط. فتعال نشوف الوحش ده. ده اظن اغلى واحد عندهم، سفاح. يلا بينا افتح كده. تجربه الانبوكسنج دي جامده جدا يا جدعان. ده اول باور بانك هتلاقيه بيتباع في حاجه شفافه كده، لان هم مش عايزين يداروا الديزاين التحفه اللي هم عاملينه جوه. انا عجبني قوي بصراحه البتاع ده، يعني انا مختاره كده، هو ده انا عايز ده، فاهم؟ اوكي، بسم الله.
ووهو يا لهوي، تحس انك معاك مفاعل نووي. ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ بص عامل ازاي، تحفه. انا بس نشغله كده واوريك الحاجات اللي بتنور فيه. بص 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 الخط ده، وبص الشاشه دي، الخط ده بينور معاك وانت بتشحن، فجامد جدا. وبعدين من تحت كده بص برده بينور، وعندك 2 يو اس بي سي وواحد يو اس بي اي برده. تعالى بقى ايه شوف برده ايه اللي معاه تاني. ماشي، دي محتويات العلبه دي مش عايزينها. معانا هنا بقى كابل شحن، ومعانا برده زي حافظه كده للباور بانك ده. السلام، تقفل عليه. حتى الحافظه دي نظيفه قوي يا جماعه كماتيريال يعني. شوف السوفت وير بتاعه برده، هو جاي مشحون 63%. بص في سوفت وير اهي ممكن تتحكم في حاجات جوه كده. بيقول لك مثلا كيب سكرين اون، لا انا عايز اغير مثلا في دوسه طويله ينقل، فاهم؟ جامد قوي. تعالى برده نجرب نشحن بيه كده موبايل. ده الكابل بتاعه، اوكي وصل. وتعالى مثلا موبايل من موبايلات، تعالى نجيب ايفون مثلا نشحنه بالشكل ده. اوكي بص 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 الانيميشن بقى والحركات. بص او انا جايبه عشان دي، انا جايبه حرفيا عشان دي. بص عامل ازاي، تحفه. انا ممكن اقعد اتفرج عليه وهو بيشحن كده. والله ايه الجمال ده، لا لا بجد ايه الجمال ده بجد يعني. سفاح 210 واط ماكسيمم، بس بيشحن الايفون. هو مكتوب هنا كده 40 واط تقريبا. بص مكتوب لك ان الايفون بياخد 40 واط منه، وعارف يعني سرعه الشحن بالظبط كام وهكذا. يعني مثلا دي حاجه مفيده جدا لينا كصناع محتوى، او انت مثلا حتى لو بتشتري موبايل جديد. يعني ابل مثلا ما بيعلنوش رسمي سرعه الشحن بتاعت الموبايل، انت تقدر تعرفها من الباور بانك ده. هو اول ما توصل بيه الايفون هيقول لك الايفون بيشحن بسرعه كام. وعامه سعر المنتج ده بالنسبه للشركات المنافسه هو تقريبا 80% من سعرهم مثلا. هو ممتاز، ووزنه حتى مش تقيل، حوالي 630 جرام. يعني بالنسبه ان هو 25000 ملي امبير، يعني بتاع ده يشحن لك موبايلك مثلا بتاع 4-5 مرات مستريح يعني. بيخرج 210 واط ماكسيمم، وفي البورت الواحد اللي هو مثلا التايب سي الواحد ممكن يخرج لك لحد 140 واط في واحد بس. يعني يشحن لك لابتوب او اي حاجه. وعلى فكره عليهم خصومات دلوقتي بمناسبه البلاك فرايداي على امازون السعوديه والامارات، تقدر تشتري. اللينك موجود في الديسكربشن دلوقتي. خليني اقول لك ان شاشته كمان من النوع تي اف تي ديجيتال سكرين، بتطلع لك الماتريكس كده لايف زي ما انت شايف. وكمان مش بس كده، هو 25000 ملي امبير وابروفد كمان من شركات الطيران، فانت ممكن تطلعه معاك على الطياره عادي جدا. الباور بانك ده امان، ولما تعوز تشحنه بيشحن سريع 100 واط، فيبقى فولي تشارجد في ساعتين او 40% في ثلث ساعه بس. عايزين مشاهد لو وصلت للسنه دي في الفيديو فانت اخويا. انت دلوقتي حالا في الكومنتات قول لي عاش حكيم، وهعمل لك لاف وريبلاي كمان على الكومنت عشان انت راجل ذوق وبتكمل فيديوهات في الاخر. قول لي رايك في المنتجات وايه اكتر منتج عجبك من المنتجات دي. طبعا كل لينكات المنتجات دي هتلاقيها تحت في الديسكربشن دلوقتي حالا. انزل اشتري اللي انت عايزه يا معلم عادي، واعرف سعره في البلاك فرايداي كمان هيبقى عامل كام، لان حاليا وقت نزول الفيديو ده عليهم عروض جامده جدا لو انت عايز تقتني واحد فيهم وتجربه. المنتج اللي بعده هو منتج اقتصادي شويه، وهو التشاك تيك 15 اس اي. ده باور بانك 20000 ملي امبير، يشحن لك موبايلك على الاقل بتاع 4 مرات مثلا، وبماكسيمم اوتبوت 85 واط من كل البورتس بتاعته. تعالوا نفتحه مع بعض ونشوف. معاك ايه تاني برده هنا؟ والله كويس. بص جايبين معاه ايه، والله العظيم حتى اللي هو ارخص شويه. بص جايب برده معاه كل حاجه عادي. معاه برده الجراب بتاعه، ومعاه كابل شحن. ويلا نشوفه مع بعض. بسم الله. السلام. ايوه يا وحش، والله جامد قوي. عندك هنا لزقه كده، هو في 60% دلوقتي. عندك هنا برده سكرين كده موجوده بيكتب لك عليها البيرسنت بتاعته كام في الميه ومش عارف ايه. وزي ما قلت لك هو 20000 ملي امبير مكتوبه هنا كده، وان هو ماكسيمم 85 واط من كل الفتحات. يقدر يشحن برده 3 اجهزه في نفس الوقت، اللي انت عندك هنا 2 يو اس بي سي وواحد يو اس بي اي. فتعالوا نجرب، يلا بينا. ادي شاحن، اوكي نوصله بالايفون بتاعي 17 برو ماكس. وجبت لكم الشاحن بتاع الساعه بتاعتي، فممكن نشحنها هنا كده برضو. فاحنا كده بنشحن بيه ايفون، ودي ساعه كمان، وهنشحن بيه سماعه ايربودز بتاعتي، نوصلها بالفتحه الثالثه ونشحنها بيه. حاليا الثلاث اجهزه قاعدين بيشحنوا دلوقتي من الباور بانك ده، يعني ما شاء الله. الباور بانك اللي بعده هو اقتصادي من العيله اللي هي السي بي زي ما قلت لكم، تشاك تيك سي بي 25. الباور بانك ده بيقدر يخرج ماكسيمم 45 واط، وعلى فكره بالمناسبه هو 20000 ملي امبير، فهو برده ساعته كبيره جدا. تعالوا برده نفتحه كده ونشوفه. ده مش جاي بقى حاجات الرفاهيه اللي هو الجراب ومش عارف ايه، لا يا باشا، هو يا دوبك ايه يعني مديك الباور بانك يعني. بس والله البيلد كواليتي كويسه برده يعني. هي هنا بس الفكره انها بلاستيك تقريبا، دي مش معدن، ولكن زي ما انت شايف كده هو 20000 ملي امبير، وزي ما قلت لك بيخرج 45 واط ماكسيمم، وجاي معاك كابل الشحن فيه، ودي حاجه جامده قوي بصراحه عجبتني. يعني بص كابل الشحن موجود فيه انتجريتد، ممكن تشحن بيه اي حاجه. وكمان معاك يو اس بي اي ويو اس بي سي، فانت ممكن تشحن 3 اجهزه في نفس الوقت. هات الايفون كده 45 واط، ده يقدر يشحن الايفون عادي جدا مرتاح. وادي الايفون بيشحن دلوقتي مفيش فيه اي مشكله. وعندك هنا كمان شاشه كده ممكن تطلع لك هي البطاريه كام في الميه، ف 65% دلوقتي بتشحن الايفون اهو، وكله تمام. الباور بانك ده برده لذيذ جدا وشايفه عملي، ومش معنى ان هو رخيص فمثلا مش حاطين لك فيه فكره وبتاع، لا انت عندك هنا كابل انتجريتد، مش محتاج تشيل كابل شحن مع البتاع ده، هو اصلا جواه الكابل بتاعه. ودي حاجه حلوه عشان في الغالب بتبقى ناسي الكابل الشحن، يعني بتبقى معاك الباور بانك بس ناسي كابل الشحن، انت معاك الكابل هنا موجود جواه اصلا. وبعد ما تخلص يا باشا شحن تقوم حاطه بالشكل ده كده،
بس كده بيبدا لازق زي ما انت شايف، وتقدر كمان تشيله من الكابل بالشكل ده كده كانها علقه يعني عادي ممكن تشيله منها. ففكره لذيذه، والباور بانك ده سعره كويس، وبرده زي ما قلت لك في كل وضعيات الامان اللي تخليه يطلع معاك على الطياره، وسعره ممكن تشوفه برده من اللينك الموجود في الديسكربشن دلوقتي. اخر باور بانك معانا والنونه بتاعت النهارده وهو التشاك تك 10 ميني. ال 10 ميني ده يا جماعه يعني باور بانك 10000 ملي امبير، وحرفيا يعني سلحوفه صغيره كده، وبيخرج لحد 55 واط ماكسيمم. يلا نفتح الميني. جاي معاه الجراب بتاعه موجود هنا، ومعاك كمان زي علقه كده او ميداليه تعلقوا منها، وكابل شحن النون كده على قده، وهو ده المنتج. وبصراحه انا بحبه جدا، يعني انا عجبني اصلا لما شفت شكله ان هو صغير بالشكل ده، حاجه يعني نونو خالص، فاهم يعني صبعي اهو، هو في طول صبعي حرفيا، وكومباكت كده. وعلى فكره الماتيريال بتاعته نظيفه جدا، وعليه 10 ميني هنا، وفي شاشه برده، ويتحط في جيبك بسهوله. 55 واط ده يعني يشحن لك لابتوب او موبايل او اي حاجه عادي. في هنا 3 مداخل، 2 يو اس بي سي، واحد يو اس بي اي، وكمان في نفس الشاشه التي اف تي الديجيتال اللي كانت موجوده في اخواته الكبار، واللي هتعرفك كل شاحن بيشحن بسرعه قد ايه. فاحنا ممكن نوصل بيه اجهزه دلوقتي، مثلا ادي الساعه بتاعتي هوصلها هنا، وهوصل السماعه هنا كده، وممكن توصل موبايل كمان، بس طبعا الموبايل مش هيشحن شحن سريع يعني واضحين مع بعض. مثلا ممكن الايفون التاني ده، الثلاثه حرفيا بيشحنوا زي ما انت شايف كده عادي، السماعه بتتشحن، الموبايل وكل حاجه من البتاع الفلحوسه ده، فاهم؟ ده فيه 3 مداخل شحن، صراحه جامد جدا، وماتيريال حلو قوي. زي ما قلت لك في برده كل شهادات الامان اللي تخليه يطلع معاك على الطياره من غير اي مشاكل، و10000 ملي امبير برده. الصراحه في الحجم ده جامد قوي بجد يعني يا جماعه، ده حاجه تحط في جيبك يعني، ممكن مش قايله كده حطه في جيبه بس خلاص، بس ده الباور بانك، فاهم؟ فلذيذ جدا الصراحه. اظن ده اكتر واحد هستخدمه وانا خارج مشاوير صغيره، احطه في جيبي. انما اخواتي الكبار دول هيبقوا في شنط الشغل نفسها، يعني شنطه اللابتوب الكبيره اللي بيبقى فيها بقى لابتوب وكذا حاجه وبتاع، فهبقى محتاج الكبير ده وبالذات في السفر. انما ده الخروجات الصغيره اظن يعني لا غنى عنه بصراحه. 10000 ملي امبير بس نينجا يعني، وبعدين وزنه 217 جرام ونص، فحاجه خفيفه جدا بصراحه. ده يعني اظن هتستخدمه وانت خارج كل يوم عادي، وبتعلقه من هنا كده. الفكره انه بيدعم الباور ديليفري، فممكن توصله عادي جدا باللابتوبات بتاعتك، يعني ده ممكن يقوم لابتوب معاك عادي جدا، واللي هو يسعفك يعني الحته الصغيره دي. تعالوا برضو نجربه على اللابتوب يعني، ونوصله. بس اللابتوب شاحن، سمعت انت؟ هو بيشحن اللابتوب دلوقتي، وبيقول لك كمان بيشحنه بسرعه قد ايه، 43 واط مثلا. دي سرعه اللابتوب عادي اللي هو محتاجها عادي، ويقدر يشحنه لي وهو بره البيت من خلال البتاع الصغير ده. عشان يبقى ريكاب سريع كده يا جماعه، احنا معانا كل المنتجات دي، هم 5 منتجات، 5 منتجات من تشاك تك، طبعا اقواهم واروشهم على الاطلاق. البتاع اللي فيه ليد هنا ده بصراحه جامد جدا، اتحط على مكتبك اصلا شكله روش جدا يعني. بعديه على طول الاخ الثاني ده، وبعديه الاخ ده، وهم كده بالترتيب يعني في وجهه نظري الخاصه. تعالى برضه نشيل اللزق ده. سلام. باور بانكات لذيذه جدا، امان زي ما قلت لك، تاخدهم معاك في اي مكان. باور بانكات ساعتها كبيره، اقل واحد فيهم 10000 ملي امبير بالحجم الصغير ده، 10000 مش 5000 مثلا، والباقيين دول بيتكلموا في 20000 20000 20000، وده 25000. اجهزه لذيذه وكلها فيها الشاشات زي ما قلت لك كده. وبس يا جدعان، دي كانت تجربه باور بانكات شركه تشاك تك. وعلى فكره الشركه دي هتلاقيها منتشره الفتره الجايه جدا، لان هم بيعملوا منتجات بكواليتي عاليه جدا تنافس الشركات المعروفه، وباسعار اقل منهم تقريبا، حوالي ان هم سعرهم مثلا 80% من سعر المنتجات الغاليه دي، فهتوفر انت فلوس، تاخد تقريبا نفس الكواليتي، يمكن احسن كمان. يعني بالنسبه لي المنتج ده متفوق على كل الشركات اللي احنا عارفينها بتاعه الاكسسوارز، لان هو خامته نظيفه قوي بصراحه. بس يا جدعان دي كانت كل حاجه تخص الباور بانكات. لو عندك اي استفسار اكتب تحت في الكومنتس دلوقتي حالا، انتوا عارفين انا بقرا كل الكومنتس وبرد عليها. ولكن بسرعه معاكم شوفوا الله يخليك ماشي تمام. ده دروب تيست عادي جدا، خبطت البتاع بس شغال. ولكن بسرعه معاكم شوفوا الله يخليك كبير، ولكن اخر فيديو جديد. بيس.